بن شرقي لا، كان بن لا. شرقي لا، اي صفقات كانت بعيده عن بن شرقي. بطلوا بقى اي تحفيل انتوا عايزين تاخدوه عشان يحفل. خلاص الكارت بتاع كهربا وامام عاشور خلاص اتحرق، عايزين كارت جديد يحطوه عشان يفضل كمان سنتين انت راكب التحفيل والمعنويات وكل حاجه. بس بن شرقي لا، بن شرقي لا، لو صفقة تانية ماشي. ده بن شرقي طلع عامل يعني مشاكل كتير قوي، والراجل لسه ما لمس كورة، لسه ما لعبش ماتش واحد مع النادي الاهلي، وبن شرقي لا. وكمان بيقول لك ايه؟ ان الاهلي جايب بن شرقي مكايده في الزمالك علشان خلاص الكارت بتاع كهربا وامام عاشور اتحرق، فهيشوفوا بقى كارت جديد يجددوا بيه. ايه يا جماعه الفكر ده؟ ايه الدماغ دي؟ يعني ده دماغ واحد بيطلع في الاعلام؟ اداره الاهلي فاضيه، اللي عندها كاس عالم للانديه وعندها نواقص في الفريق، هتسيب كل ده وتفكر انها تجيب صفقه عشان تكيد في الزمالك او تضايق في الزمالك؟ ايه يا جماعه اللي يعني الموضوع زاد عن حده خالص. الاهلي لو بيفكر بالفكر ده، ما الاسهل والافضل بالنسبه له انه يروح يجيب زيزو اللي لغايه دلوقتي ما جددش مع الزمالك، ودي تكون ضربه قاضيه بجد. مش هيروح يجيب حد كان بيلعب في 3 سنين من الزمالك، وحد مش مصري وحد مغربي. يعني كلام مش منطقي خالص. وتاني حاجه، تعالى هنا يا كابتن رضا، كارت امام ايه اللي اتحرق؟ هو امام لسه اتحرق؟ ده امام لسه بخيره، ده امام لسه في عز تألقه وعز توهجه. ده انت لسه امام. اما لما بن شرقي ينزل الملعب هتعمل ايه؟ هتسيب الاستوديو وتمشي؟ هتسيب البلد وتهج؟ طب ولو افترضنا ان زيزو فعلا كمان جه، هتعمل ايه؟ هتقدم على طلب هجرة لكندا ولا استراليا؟ اهدى كده يا كابتن رضا، لسه التقيل جاي ورا. الاهلي ما بيعملش صفقات مكايدة. الاهلي فريق كل محللين مصر شايفين انه عنده ازمة في الونجات والاجنحة. الاهلي ما عندوش ونجات بمعنى كلمة ونجات يقدر يروح بيها كاس عالم للاندية. مفيش الا حسين الشحات. فالطبيعي الاهلي بدأ يدور ويشوف جناح هنا المغربي اسمه شوارف، ويشوف ايفرتون، ويشوف مش عارف كوتسيا، ويشوف مش عارف بن شرقي، وبدأ يدور. فتعاقد مع جناح مميز اسمه اشرف بن شرقي، لاعب على مستوى عالي وامكانياته عالية، ولعب في مصر قبل كده وعارف الاجواء. والاهلي كمان لسه بيبدأ يدور على جناح تاني علشان يقدر يظبط الحتة الهجومية مع جريديشار، مع اسامة ابو علي، مع حسين الشحات، مع امام عاشور، ان الفرقة تكون مكتملة هجوميا.